الست فتحت الباب بعصبية، بس اللي شافته خلاها تتصدم. قدام باب الشقة كان في حيطة سودة من المعدن سادت الطريق تماما. الاتنين وقفوا خناقهم في لحظة وبدأوا يحاولوا يكسروا الحيطة بأجسامهم، بس ملهاش أي لازمة، ما بتهزش خالص. والمشكلة الأكبر إن مفيش شبكة في التليفونات، وكمان المية اتقطعت. جابوا شنيور وقرروا يحاولوا يخرموا الحيطة، بس السخونة كانت شديدة لدرجة إن الشنيور كان هيبوظ. ولما فقدوا الأمل قالوا نجرب نخرم حيطة الشقة اللي جنبهم. وأول ما فتحوا فتحة لقوا الجيران هم كمان محبوسين جوه، وشوشهم كلها خوف واستغراب. كل ما الوقت بيعدي سكان العمارة كلها بدأوا يتجمعوا، ومفيش لا صوت ولا حد بيجي يساعدهم من بره، فما بقاش قدامهم غير إنهم يعتمدوا على نفسهم. بدأوا يحفروا في الأرض وبينزلوا دور ورا دور لحد ما وصلوا للبدروم. بس الصدمة كانت أكبر، حتى الخروج من الدور الأرضي كان متسد بنفس الحيطة السوداء المعدنية. وبعد كده حاجات غريبة بدأت تحصل. لقوا أوضة سرية مش موجودة في خريطة العمارة، جواها شاشات مراقبة بتعرض لايف كل واحد في العمارة. واكتشفوا إن الحيطان دي مغناطيسية جذبت حاجات معدنية كتير، وفجأة بدأت الحاجات دي تتحدف عليهم كأن الحيطة عندها وعي وبتهاجمهم.